وسط النقاش الفيسبوكي على المدونة، وجدت خبر وفاة هشام زوج خديجة بعد صراع طويل مع المرض. جعله الله في ميزان حسناته وعفى عنه وشمله برحمته، والهم خديجة ودويه الصبر والسلوان على فراقه. هشام وخديجة كان يعيشان في مستوى اقتصادي متوسط، منزل وأسرة في بداية مشوار زواجهما، إلى أن ابتلاهم الله بالمرض باع الغالي والنفيس في سبيل الاستشفاء. ظلت إلى جانبه لحظة بلحظة، بل أطلقت حملة لجمع التبرعات لإنقاذ زوجها، إلى أن أوصلت صوتها للملك محمد السادس الذي تكلف شخصيا بحالة هشام. من تابع قصتهما سيرى كيف أن خديجة لم يضل لها حتى خام الزواج الذهبي الذي كانت تظهر به في الفيديوهات القديمة قبل المرض، ليس لأن ذلك فرض أو واجب عليها، بل لأنها رأت فيه الرجل الذي لم يقصر اتجاهها بجهد إلا وبذل لإسعادها، فكيف تدخر هي أي جهد سبيله في مرضه وعجزه؟ هكذا يستمر الزواج، وعلى هذا يبنى حب ومودة ورحمة، إحسان وعطاء، محاولة فهم الآخر وإسعاده حسب الاستطاعة، سرد في السراء والضراء. اللهم خير المقادير وخير المكاتب. إنا لله وإنا إليه راجعون.